السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ غنعاود لكم قصه حقيقيه تتعاودها بنت سميتها غيزلان. هاد القصه تتعاود على المعاناه ديال واحد البنت مغربيه عايشه في المغرب، كيفاش هربت من دارهم وهي ما عندهاش حتى 14 سنه، وكيفاش حتى جوجوها دارهم بواحد كبير عليها وبزز، وكيفاش تعرضات لانواع السحر واخطار السحر هي وولدها وهو باقي طريبيه وصغيور، وكيفاش حتى ولات بنت الليل وتتبيع لحمها، وكيفاش حتى دخلت للحبس وما لقات حتى شي حد حداها. كيف بزاف د الحوايج وقعوا الغيزلان وخطيرين وتيضروا في القلب. كما تنقولوا حنا المغاربه قصتها قصه. عاودت هاد القصه باش اللي سمعها ما يوقعش في نفس الغلط اللي وقعت فيه هي. ما غاديش نطول عليكم اخوتي بزاف، الحاجه الوحيده اللي غنقول لكم هي وبقاو معايا حتى الاخر باش تسمعوا القصه كامله. الحكايه ديال هاد الليله غدينا مدينه مراكش، مدينه سياحيه واللي تتبان كلها زوينه، فيها قصص ومعاناه ديال بزاف الناس، واليوم غنشوفوا قصه حقيقيه 100%. هاد المدينه كانت تعيش فيها واحد العائله على خير وبخير. واحد العائله غتزاد عندهم بنت سميتها غيزلان، وغيتهلاو بها وغيفرحوا فيها، غيكونوا فرحانين بالبنت ديالتهم. دوزات الطفوله ديالتها زوينه بحال كاع البنات، كانت تلعب فرحانه مرتاحه في حياتها. من غتكبر غيزلان غيدخلوا هاد الوالديها المدرسه وغتقرا بحال كاع الاطفال. كاع الوالدين تيبغيو وليداتهم يقراو ويكونوا في احسن المراتب، ولكن كانت غيزلان ما باغياش تقرا. كانت عندها واحد الحاجه، كانت تضوبل بزاف وتعاود 3 مرات حتى 2 مرات. كانت اخر حاجه تتفكر فيها هي القرايه، ما كانتش القرايه تدخل ليها الراس وما عندهاش مع القرايه. والديها عياو معاها وصبروا عليها بزاف، ولكن هي ما تغيراتش، بقات هي بقات على نفس الحاله ديالتها، ما تتقراش مزيان، تدي الطريق وتتجيبها. هنا والديها غيقرروا يخرجوها من المدرسه ويدخلوها شي حرفه ولا او صنعه اللي تنفعها في حياتها، حيت القرايه ما بغاش تقرا وما بغاش تدخل ليها في الراس. هذاك الشيء اللي غيديروا والديها بالضبط. كانت تقرا بيت السابعه غيخرجوها وغيدفعوها للصنعه. دخلات لصنعة الخياطة وبقاو تيعلموها وتيخلصوها من السيمانه للسيمانه. كانوا تعطوها واحد الثمن رمزي كتيحفزوها، حيت كانت تتعلم، وفي الاول تيكون بنادم يلاه يتعلم تيكون يضرب تماره، تضرب الكرفي ديال بصح. بقات على هاد الحرفه حتى لواحد النهار تلاقى بواحد السيده، قالت لها انا تندير داكشي ديال التجاره البيع والشراء، واش تدخلي تبيعي وتشري معايا؟ هنا غيزلان وافقت وعجباتها الفكره، رحبات بها. بدات مع ديك السيده في الحرفه البيع والشراء، وكانت خدامه معاها وعجبها الحال، وكانت تبيع وتشري مزيان. واحد الشهر اللي غيكون فيه رمضان، هنا فين غتكون البدايه ديال غيزلان وغيتبدل كل شيء، غتبدل حياتها راسا على عقل. شنو غيوقع لغيزلان وحياتها علاش غتبدل؟ هنا فين غنعرفوه مزيان. هنا غتجي عندها واحد البنت كانت صاحبتها اختها من الرضاعه، غادي تجلس معاهم في الاول ديال رمضان، غدوز معاهم 15 يوم ديال رمضان الاولى. بعد ما دوزت معاها 15 يوم ديال رمضان الاولى، غتمشي معاها غيزلان غدوز معاها حتى هي 15 يوم الاخرى ديال رمضان. بالنسبه لهاد كوثر اللي مرضعه مع غيزلان، كانوا والديها تيضربوها بزاف وكانوا ما مهلينش فيها، وهذيك البنت كانت ديما تتفكر تهرب من دارهم، وكانت ديما تقول لغيزلان واش تمشي معايا. المصيبه هي بغات تجر معاها حتى غيزلان، كانت ديما تتقنعها باش تهرب معاها، وهاد 15 يوم اللي دوزوها في رمضان كانت ديما تقول لها يلا نهربوا من الدار. كانت هنا غيزلان متردده، ولكن تتعرفوا بنادم باقي صغير ولعبت ليها العقل ديالها. هنا كلات لها العقل ديالها وقالت لها نمشي معاك ماشي مشكل. من بعد كمل رمضان ورجعت غيزلان لدارهم، كديك الساعه وقفات البيع والشراء مع هذيك المراه، ما بقاش تبيع وتشري معاها، خرجت من عندها. هذاك النهار اللي غتوقف من الخدمه تلاقات مع واحد البنت كتعرفها، يعني بنت جارتهم. عطاتها واحد النمره، قالت ليها راه هاد النمره جابتها ليا واحد البنت، وقالت لي فيما تشوفي غيزلان عطي هاد النمره وقول لها تعيط ليا. غيزلان كيف شافت النمره عرفتها ديال صاحبتها. بعد ما دورت ليها قالت ليها فينك دابا؟ انا جيت عندك للدرب وقلبت عليك تعيت وما لقيتكش. قالت لها غيزلان مالكي شنو واقع؟ قالت لها اجي عندي دابا المحطه الفلانيه تنتسناك. قالت ليها باش نهربوا. قالت لها غيزلان كيفاش غنهربوا؟ انا ما هازه معايا حتى شي حاجه وما وجدت حتى شي حاجه. المهم قنعاتها بالهضره ومشات عندها المحطه وهربات هي وياها.
هي كي كانت غدا مع كوثر وما عارفه حتى شي حاجه. هذيك البنت اللي سميتها كوثر هي اللي كانت تسير غيزلان. مشاو للجديده، من وصلوا للجديده لقات صاحبتها معيطه شي دراري تيتسناوهم. غيهزوهم هذوك الدراري في الطوموبيل وغيدوهم واحد البلاصه خارجه على المدينه. حسن الحظ ديالهم هذوك الدراري ما تعداو عليهم وما داروا ليهم والو. باتوا هذيك الليله في هذيك الدار، ما وقع ليهم والو حتى للصباح. وهزوهم هذوك الدراري وداوهم غير رجعوهم للمحطه. وهنا والدين ديال غيزلان غيتخلعوا عليها بزاف. وهنا والديها بقاو تيقلبوا عليها وتعرفوا انها غيزلان كانت عندها يلا 15 سنه. كانوا تيصونيو عليها البوليس ومتى تجاوب تتعرف ان البوليس اللي مدورين ليها تتخلع منهم وتتقطع عليهم. هنا خافوا البنات وبخصوص غيزلان خافت بزاف وبدات تبكي. ما عندهم لا فلوس لا حتى شي حاجه، جاهم الجوع، لقاو راسهم مرميين في الزنقه. لقاوهم واحد الدراري تيبكيو هما يهزوهم قالوا لهم مالكم، عاودوا لهم قصتهم وداوهم دوك الدراري لديورهم. حسن الحظ ديالهم حتى هما دوك الدراري ما تعداوش عليهم. هنا الوالدين ديال دوك الدراري دخلوهم ورحبوا بهم وكلوهم وشربوهم وبيتوهم عندهم. قال لهم حتى الغدا ونعطيوكم الفلوس ورجعوا لمدينتكم، رجعوا عند والديكم يكونوا مخلوعين عليكم. هذاك الشيء اللي داروا في الصباح عطاهم الفلوس وقال لهم يلا ركبوا ورجعوا لديوركم. هنا البنت غيزلان كانت غير تتبكي ومخلوعه، ما كانت عارفه ما دير، يعني غير تزرفت مع صاحبتها. هنايا غيزلان قالت لصاحبتها انا ما يمكنليش نبقى هربانه معاك، انا غنمشي بحالي وداكشي اللي بغيتي ديريه انتي ديريه. وهنايا غيتفقوا وغيرجعوا لمدينتهم مدينه مراكش. من شافوهم والديهم فرحوا، ولكن في نفس الوقت ادبوهم عطاوهم العصا. ومن بعد والديها حقدوا عليها بزاف، قالوا علاش البنت حنا مهرلين فيها وما خاصها حتى شي خير وخرجت من الدار، يعني هادي راه ما فيهاش الخير ويمكن ليها دير بزاف الحوايج خايبين. والديها بقاو رادين البال معاها وحاضينها. هنا مده قليله والديها غيقرروا يجوجوها بشي راجل وباش يتهناو منها. هنا فين غيلقاو ليها راجل كبر منها في السن باش يتزوجوها ويتهناو منها. وهذا كان كبير منها بشي 43 سنه. والمشكل ديال هاد السيد كان مزوج بربعه العيالات، تيتزوج ويطلق يتزوج ويطلق. هنا غيزلان عيات ما تبكي وعيات ما تنوح والو. والديها قالوا لها والو غتزوجي ما بقيناش تنثيقوا فيك. قالت لهم راه كبير عليا بزاف ما يمكنليش نتزوج به. قال لها هادشي اللي كاين. المهم والديها غيزربوا عليها مده 5 ايام غتلقى راسها مزوجه وجالسه في الدار ديالها. هنا غيزلان تلقى راسها مزوجه، والديها زوجوها ليه حيت السيد كان لاباس عليه، ولكن هي المشكل اللي دارتو راسها. ولكن الواعره هي القاضي من غيسولها ويقول لها بغيتي تزوجي غتقول لي هي لا وغتبقى تبكي، ويقول لها القاضي لا خاصك تزوجي. بعد ما تزوجوا ومشات معاه للدار ديالو، هنا فين غتوقع واحد المشكله كبيره. بسبب هاد المشكله اللي غتطلق غيزلان في مده شهر. شناهي هاد المشكله وشنو وقع؟ ها نتوما غتعرفوا هنايا يا الخوت. السبب كان على العذريه ديالها، كانت ما بايناش، هي كانت باقا بنت البنوت ولكن ما فهمش الحاله ديالتها. مع العلم غيزلان ما عمر شي واحد قرب ليها، ولكن هنا في طبيعه الحال ناض بقى تيغوت ودار ليها الشوهه ومشى عند والديها. وهي مسكينه تتبكي وتحلف لوالديها وتقول لهم ما عمر شي راجل قاسني ولا حط عليا يدو، ما تيقى حتى شي واحد. ولكن هداك السيد مريض وجاهل، وهنا والديها غيهزوها وغيدوها عند الطبيب. ولكن الطبيب من غيدير الفحوصات ديالو غيتاكد، قال لهم هي باقا عزبه، يعني خاصها تمارس شحال من مره عاد يمكن ليها تفقد العذريه ديالتها. هنا غيزلان ما بقات قاده تحمل داك الراجل، صافي كرهاتو. بقات تبكي على والديها وتتقول لهم انا ما بغيتش هاد السيد ما بغيتش نتزوج به. ولكن في الاخير اقتنع والديها وطلقوها منه. المهم هنا غيزلان غترجع لدارهم، وهنا فين غتبدا الحكايه ديالتها الجديده. وهنا الخوت خاصكم تركزوا معايا مزيان. هنا رجعت للخدمه ديالتها، ولات تخدم في الخياطه، ولات تعرفت على البنات، ولات تخرج مع البنات، ولات تلبس اللي قالها لها راسها، ولات مهليه في راسها مزيان، ولات تخرج مع البنات، ولات تبان زوينه انيقه، ولات تتعرف على الدراري. هنا حتى لواحد النهار تعرف على واحد الراجل. بعد ما تعرفت على داك الراجل كان كبير عليها في السن وكان سميتو محمد. بقات معاشره وياه مده ديال عام، وهاد محمد كان بغى يتزوج بها وهي كانت ترفض.
كانت ديما تتعايرو وتتقول ليه انت شارف عليا وانا ميمكنليش نتزوج بك، انا باقا صغيره وزوينه. هي اصلا كانت معاشره مع هاد محمد على وديت الفلوس، يعني تتستغلو صافي. هنا تعرفت على واحد الدري كان سميتو يوسف، هاد الشاب كان ظريف وتيعاملها زوين. هنايا حتى هي ولات تتبغيه حيت كان تيشد لها خاطرها وتيعاملها زوين بزاف. هنا غتلاقى مع محمد وتقول لي بعد مني وبقيت بغيت نشوفك نهائيا، بعد من طريقي. هنا يقول لها علاش انا تنبغيك وبغيت نتزوج بك، تقول لي انا مبقيتش باغياك. بعد تفرقت معاه حيت في الحقيقه ولات تبغي يوسف بزاف. دوزات معاه مده 5 شهور وغيتفقوا يتزوجوا. غيتزوجوا بلا خبر عائله يوسف حيت ما كانوش باغي غزلان. ديك راه بنت الزنقه كانت مزوجه ومطلقه ما عندك ما دير بيها. كانوا والديه ما بغاوهاش نهائيا حيت والديه كانوا بغا يزوجوه بواحد البنت تمشي لبرا. هو كان خدام قاد براسو تيدخل فليسات زوين، يعني عائلته كانت صافي عليها ما كانوش مقردين. هذا هو السبب اللي كانوا ما بغاوش غيزلان، بغاو ياخد شي بنت المستوى اللي تلق بالمستوى ديالتهم. ولكن للاسف بزاف د العائلات تيدخلوا في الزواج ديال ولادهم وتيبغيو هما يقروا ليهم، ما تيتسوقوش الراي ديالهم، واش يبغيو بعضياتهم ما تيبغيوش بعضياتهم ما عندهمش ما مشكل. ولكن بالنسبه لعائله غيزلان كانوا عارفين غادا تزوج. والديها هنا رفضوا، قالوا لها ما عندك ما ديري به حيت والديه ما بغاوش، ما عمرك تكوني فرحانه وسعيده معاه لما كانت العائله موافقه. قالت لها الام ديالها غتعيشي في العذاب وغتعيشي في المشاكل ما تكونيش فرحانه. ولكن هنا غيزان قالت لهم لا غنتزوج به، انا بغيتو وهو بغاني. هنا والديها قالوا لها اللي بان ليك والله يكمل على خير وبخير. ولكن الاب ديال غيزلان هنا غيتبرى منها ويقول لها شوفي بغيتيه سيري الله يعاونك، ولكن لو وقعت لك شي مشكل ولا تخلى عليك ما تجيش عندنا للدار، الله يعاون. كما تنقولوا قال ليها تحملي المسؤوليه ديالتك. وهي بطبيعه الحال كانت تبغي داك الشاب ووافقات على الهضره اللي قال ليها الاب ديالها، يعني هي عينيها تعمات، ما بقى تيبان لها لا عائله لا والو، تيبان لها هو بوحدو. المهم غيتزوجوا وغيكملوا شي 4 شهور كانوا عايشين على خير وبخير. كان هنا يوسف مهلي في غيزلان وكانوا عايشين الحب هي وياه، ولا تتبان لها الحياه واعره حيت عاش سعيده معاه. ولكن الخوت للاسف هادشي ما غاديش يطول. بعد ما داز 5 شهور ديال الزواج او 4 شهور حياتهم غتغير. هنا الوالدين ديال يوسف غيتاكدوا ان الولد ديالهم تزوج بهذيك البنت، وهنا فين غيبداو المشاكل ديال بصح. كانوا والديه كل نهار تيديروا ليه عذاب الضمير، علاش تزوجتي بها على قله البنات هذيك مسخه هذيك فاعله. المهم مرضوا الدري في عقله، غيكثروا المشاكل كل نهار حتى لواحد النهار هنا غيزلان ما بقاتش قاده تصبر اكثر. هنا غتخرج في واحد الحاله هستيريه، تتبكي تتغوت تتندف في راسها، وغتمشي وغتعرض لواحد الطوموبيل حتى تضربها. هي غتلحق على واحد الطوموبيل غاده باش تموت وتنهي حياتها على الله، وعسى تهنى من هاد المشاكل اللي عايشه فيها. ولكن للحسن الحظ ديالها من ضربت هذيك الطوموبيل ما وقع لها والو، مشات غير للسبيطار كانوا شي جروحات خفاف ومن بعد ولات بخير. هنا العائله ديال يوسف من غيسمعوا مرت ولدهم شنو وقع ليها هنا غيتكالماو شويه وغيبعدوا منهم. هنا يوسف غيبعد من حدا الدار ديالهم وغيسكن في واحد البلاصه بعيده شي شويه، وغيعيش هو ومرتو على خير وبخير، غيبعدوا من المشاكل. غدوز شي مده 6 شهور وهي عايشه مع راجلها، وهنا غتحمل وغتفرح بالحمل ديالها، وغتفرح بزاف هي الزوج ديالها يوسف. ولكن من غيسيقوا الخبر عاوتاني العائله ديال يوسف غترجع المشاكل. وتصوروا غتجي الاخت ديال يوسف وغتجيب لها واحد الدواء وغتقول لها شربيه باش يطيح لك داك البنادم اللي في كرشك، حنا رافضين. شوفوا الجرأة ديال الناس ما تيحشموش، جيبي لها السم باش تشربو باش تقتل الجاني اللي في كرشها. يقول لها انت اصلا ما تستاهليش خويا وما خاصكش تولدي معاه. ودارت لها الاسباب زعما نتوما باقيين صغار وباقي ما عشتوش حياتكم والدري صغير غيبرزطكم ما يخليكمش تعيشوا. هنا غيزلان ما وافقاتش وقالت لها هادشي ابدا غنديرو، وخرجي عطيني اتساع وجرات عليها. ومن بعد كمل عليها الله وولدات الابن ديالها، وكانت دايره السبوع وفرحانين هي والراجل ديالها. وهنايا العائله ديال يوسف غيجيبوا لها واحد الهديه، غيجيبوا ليها قفطان وشربيل يعني بلغه ديال الرجلين. وهنايا تخيلوا معايا العائله ديال يوسف ما تيحملوهاش وهي دم السنان ديالهم وجايبين لها هديه ليها هي.
هذيك الهديه خداتها من عندهم غير بزز، يعني مبغاش تبين راجلها ومبغاش تجبد المشاكل، المهم من خداتهم حطاتهم مبغاش تلبسهم. ولكن المصيبه الكبرى هي الام ديال غيزلان، من غتشوف ديك الهديه وتشوف دوك الحوايج غيعجبوها وغترغم بنتها تلبسهم. قالت لها زوينين، هما كبروا بك جابوهم لك، لما لبستيهمش غيكثروا المشاكل، لبسيهم. البنت ديالها رفضات تلبس هذاك القفطان والشربيل، خداتهم الام ديالها قالت لها ناخذهم، ما بغيتيهمش غناخذهم. بعد ما خداتهم وداتهم، دازت مده شهر على هذاك السبوع اللي كان عندهم. بعد ما الام ديالها لبست داك الشربيل، ولات الرجل ديالها تضرها وتعطيها الصداع بزاف، ومبقاتش قاده توقف على رجليها. زياده على هذا الشيء كامل ولات تحلم واحد الاحلام خايبه بزاف. والام ديالها الحاله ديالتها تدهورات، مرضات بعد ما لبست داك الشربيل في رجليها. ما خلاو ما داروا ليها، داوها عند الطبيب، ما خلا اي دواء تيقولوه ليها الناس تستعملو، والو. المراه بحال زحفات من الرجلين ديالها، جابوا لها الرقات بدون فائده. والمشكل ديال الولد غيزلان اللي يلاه ولدات حتى هو مرض ليها، ولا تتبدل الملامح ديالو، ولا شعرو مسكين تيطيح ليه، وجهه ولا صفر، يعني تغيرت ليه الصفه ديالو. الام ديالو انهارت وبقات تبكي من شافت ولدها وصل لديك الحاله. ما عرفوا ما يديروا ليه، داو للسبيطار ما خلاو ما داروا ليه والو. الام ديالها شدت الفراش والولد ديالها تا هو مسكين غادي. ولا تتهز ولدها وتدي عند واحد الراقي تيقرا عليه. واحد النهار هذاك الراقي قال ليها الولد ديالك عنده واحد السحر، وخاصك تقلبي على هذا السحر فين كاين. من حدا هذا السحر مخبي وولدك حالته تدهور. قال لها لا بقى ولدك في هذه الحاله غادي يموت، ضروري تقلبي على هذا السحر وتجيبيه ليا باش نبطلو ليك. عيات ما تقلب في الدار ديالها ما لقات حتى شي حاجه. والام ديالها حتى هي بقات مسكينه على داك الحال. هنايا غيزلان جلست مع راسها وبقات تفكر، وتفكرات نهار السبوع، وتفكرات الكادو اللي جابوا ليها، وربطات الاحداث. وشافت امها حتى هي مرضات وولدها شوق عليه، وهي تمشي تجري عند الام ديالها وهي تقول لها جبدي لي ديك الشربيل وجبدي لي داك الحوايج اللي عطاوني. قالت لها اما راهما بلاصه الفلانيه سيري هزيهم. هنا غيزلان من هزات البلغه قلبات لقاتها مسمره، والبلغه ما تكونش مسمره. هنا فين زاد شكات ان كاينه شي حاجه. قالت لهم والو غنقلبوا هاد البلغه. مشات تجري الكوزينه وجبدات موس وحلات هذاك البلغه باش تشوف شنو كاين وسطها. وهنا الخوت كانت الصدمه. غتلقى واحد الكتاب او حجاب، غتلقاه مكتوب واحد الكتابه عبريه وفيها رسوم شيطانيه وفيهم شي كلمات ديال الشلل والموت، وهذاك الشيء اللي وقع للام ديالها والابن ديالها. هنايا غيزلان ما لقات داكشي، مشات تجري عندك الراقي. الراقي غيش داكشي وغيبقى يقرا عليه وغيبقى يبطل فيه حتى مشى داك السحر. وهنا الام ديال حنان ولات تتبرع بشويه بشويه، حتى الحمد لله واحد النهار قدرت توقف على رجليها وتمشى عاوتاني. وهنا الراقي قال لها قلبي في البيت ديالك مزيان على شي حاجه راه باقا مديوره للولد ديالك. وهنايا مشات بقات تقلب مزيان وقلبات جيت الكونه ديال ولدها، ويا تلقى واحد الرزمه. من غتحل ديك الرزمه غتلقى الفاجعه ان الولد ديالها حتى هو مسكين عنده نفس الكتاب، نفس الحجاب اللي لقاتو في البلغه اللي كانوا دايرين ليها، لقاتو حدا راس ولدها. وهذيك البلاصه كانت مخبيه، كانت يعني ديما تتخمن ليه الكونه ديالو، ديما تتسوسها، ولكن راه كانوا مخيطينها. يعني بقات تقلب بواحد الطريقه تلقاتو. هنا غتصدم كتر وكتر، وهزات داكشي اللي لقات فيه السحر وداتو لهداك الراقي وبطل هذاك الشيء. والحمد لله الابن ديالها بدا يرجع في الصحه ديالته بشويه بشويه. وهنا الحمد لله بعد 4 شهور ديال المشاكل والتعب والمرض عاد ولا الابن ديالها شويه الحمد لله. يعني هنا عرفت عائلة راجلها يوسف هما اللي داروا لها هاد الشيء كامل، هما اللي اداو الام ديالها واداو الابن ديالها. كانت الام ديالها ماشي لا تادت، كان مديور لها هي وما لبساتوش، لبساتو الام ديالها. هنا من تاكدات داك الشيء كامل هما اللي داروه لولدها، دورات ليهم في التليفون وبقات تبكي وقالت لهم حشومه عليكم، تعديتوا على ولد صغير وتعديتوا عليا، اش درت ليكم انا باش توصل بكم الحاله لهاد الدرجه هادي. ولكن الصدمه الكبرى هنا الاخت ديالو غتهضر معاها في التليفون وتقول لها قسما بالله لا ما غتبقيش مع الاخ ديالي، والله ما غتبقاي معاه، حلفوا فيها ما غتبقاش معاه، واخا نطابق السما مع الارض ما غتبقيش مع الاخ ديالي. والمشكله هاد السم وهاد الحقد على والو. وبسبب هاد الشيء غتوقع واحد المشكله كبيره مع الزوج ديالها،
واش داروا لهم شي حاجه او الله اعلم. المهم حالفين فيها ما بغاوش يخليوها معاه. درجات خرجوا للزنقه وبقاو تيدابزوا في الزنقه وتيتغاوشوا في الزنقه والناس تجمعات عليهم. ما كفاتهمش الدار خرجوا حتى للزنقه، بقاو داك السحور اللي داروا ليهم جهلوا، خرجوا للزنقه وبقاو تيغوتوا. وهنا غيسمعوا العائله ديالته ديال الاب ديال يوسف والام ديال يوسف وغيجيو حتى هما لهاديك الزنقه وغيدابزوا كاملين في هذيك الزنقه. وتما الاب ديال يوسف غيقول ليه شبغيتيها هيا شوهاتنا في الزنقه وهاد الحاله وصلت لهذا المستوى هذا طلقها. وهنا يوسف كان حاقد على غيزلان وتا هو تخلى عليها ومشى مع العائله ديالته وسمح فيها تما في الزنقه وزادوا. بحال هكا غنقولوا خوتي هذاك الشيء اللي كان باغيين يوصلوا ليه العائله ديالتهم وصلوا ليه. بعد ما مشى مده ديال 5 شهور وبقات عايشه هي والولد ديالها في هذيك الدار بوحدهم وعاشوا العذاب. بقات مسكينه تضل تبكي وتنعس تبكي درجة مرضت بجميع الامراض، جاها مرض العصب، مرض المراره، مرض الفقصه، جميع الامراض مسكينه تسلطوا على ديك البنت. الحمد لله كان الاخ ديالها هو اللي تيجي عندها مره وتيرفع عليها تعطيها فلوس اليكوش وفلوس الحليب وتيجيب ليهم من ياكلوا. الاخ ديالها هو اللي حن فيها. وهي مسكينه كانت تبغي يوسف بزاف، كانت تبغيه بجنون وبقوه الفقايس ولا تطيح بالكريز تبقى تغوت حتى تيجيو الجيران يهزوها ويديوها للسبيطار. مسكينه عانت معاناه ديال بصح. درجة مسكينه مشات عنده حتى للدار عند والديه ومشات تطلبه وتتزاوق فيه. قال لها الا بغيتي نرجع ليك ولا او ترجعي ليا عاد تبوسي لخوتي رجليهم وراسهم وتطلبي منهم السماحه. هذوك خوتو اللي سحروا ليها واداوها في حياتها خاصها تطلب منهم السماحه. هنا غيزلان تترفض وتترجع بحالها وتتعيش في تتكمل على العذاب اللي كانت عايشه فيه. من بعد مسكينه شدها كريز وطاحت بقات تغوت وسمعوها الجيران ودخلوا وهبطوا من الدار ودور الراجل ديالها وقال ليه راه المراه ديالتك راه معذبه وديناها للسبيطار وراه شادها كريز واعر، علاش تخليتي عليها وخليتيها هكا. المهم دوا معاه ونقى ليه ودنو مزيان. جي عندها الزوج ديالها يوسف وغيخلص ليها الطبيب ويخلص ليها الدواء وغيشد ليها طاكسي وغيقول لها سيري بحالك للدار. هاد مسكينه غيزلان والمعاناه اللي عاشت ما بقاش تتبغي الراجل ديالها صافي حيت تخلى عليها ما عقلش عليها. صافي هنايا حتى هي تخلات عليه وتخلات على الماضي ديالها وناضت هزت الولد ديالها ومشات لعند الام ديالها عطاتها الولد وقالت ليها غتجابلي لي الولد ديالي. وهي ولات تخرج ولات كل مره تخرج مع البنات كل مره تخرج مع نوع. هنا غتبدا مرحله جديده في حياتها بعد داك المشاكل كامله اللي وقعات. وهنا غيزلان غتلقى راحتها في الصهير والخروج وداك الشيء اللي ما عمرها دارته. ولات مشات الحياه الليل لقات راحتها في الليل ولات تدير الخمر ولات تتكمي ولات كلشي تديرو حيت مسكينه ما عندها زهر. هي مدات يديها لراجلها والحلال وراجلها وعائلته ما قالوهاش. كترات ما ولات تتسهر وتخرج تتخلي الولد ديالها عند الام ديالها. ما هنا عاقت بها وعرفاتها فين تتمشي. ولات الام ديالها مبغاش تشد ليها الولد ولا تقول لها جي هزي ليا ولدك اجي قاب لي ولدك هتقلي غدا فيها راه ما هياش. هي ما مسوقاش الام ديالها ولات تتعطي ولدها للجيران وتقول لهم لحقوه لامي. ما بقاتش قاده تمشي عند امها وولدها مابقاش يهمها صافي نفرات كلشي. صافي ولات تسهر ولات تدير كلشي كيما تيقولوا خرجت ليها. هنا يوسف من عرفها خرجات ليها طاي وولات تدير كلشي ولات تسهر. هنا عاد حلات ليه هنا رجع ليها ولا تيطلب وتيزاوق. ولكن هي صافي نفراتو ما بقاتش عاقله عليه. صافي داك الحب اللي كان بيناتهم مشى. بدا تيبكي عليها ما خلى ما دار ليها. قالت ليه انت نسيتك غير حيد من طريقي ما عمرني غنكون ليك ولا غنرجع ليك. ولا تيسمر عليها فين ما مشات تلقاه بحال شي شبح واقف حداها. درجة واحد النهار غيشد السم وغيشربو قدامها باش ترجع ليه. تقول لها غير رجعي لي اللي بغيتيها ندير لك. هي صافي ما بقاتش حامله فيه الشعره. غيطيح بالسم وغيولي يتركل حداها حيت شربو. وهي غتهزو غديه للسبيطار وتوصلو للسبيطار وغتمشي وغتخليه كيما كان تيدير لها حيت الدنيا غير سلف كيما درتي تيدار لك. تصوروا قال لها اي حاجه تديريها في حياتك انا قابل عليها تتسهري تتخرجي تتكمي تتسكري اي حاجه بغيتي ديريها بقيتي ديريها غير رجعي معايا. هي قالت هي بقات مصممه على الراي ديالها.
هنا خوتي يوسف ما بقى ليه حتى خيار، يعني خوا هذيك المدينه اللي كان عايش فيها باش ما يبقاش يشوفها، حيت ولا معذب من جهتها ولا تيتألم. السيد عاد حلت ليه المراه ولا تيبغيها. هنا غيزلان مشات كانت واحد الدار وبدات تخرج وتتسهر مع الرجال، كل مره مع واحد، مع هذا مع هذا، اشكال والوان. كانت يصحابها هاد الطريق اللي تبعات غادي تفوج عليها وغتبدل فيها الجو. الساعه هي زاد تعاسه على تعاسه، ولات حياتها عذاب كتر من الاول اللي كانت فيه. غيزلان شحال من مره حاولت تنتحر، وكانوا تيعتقوها غير الجيران، حيت ولات مبليه وخاصها ضروري دير داكشي اللي مولفاتها ديرو. حتى العائله ديالتها ما بقاتش عاقله عليها، قال لها ما بقاوش نعرفوكم تبقاي تجي عندنا من غير الام ديالها مسكينه. كتعرفوا الوالدين، الام ديالها حنات فيها، هي اللي مره تطرف عليها، اما خوتها والاب ما بقاوش عاقلين عليها. هنا غيزلان تعرفت على واحد البنت وتصاحبت هي وياها وبدات تخرج هي وياها، ومن بعد سكنات معاها في الدار. واحد النهار جالسين في الليل هي وياها تيذاكروا كلمه مني كلمه منك، تتناقشوا ولا في مناقشه كبيره، ولا شي تيضرب في شي، حتى الجيران تيسمعوا الصداع، درجه تيخرجوا حتى للزنقه ويبقاو يتناتفوا وغيتجمعوا عليهم الناس، حتى غيجيو البوليس وغيهزوهم بجوج وغيسجنوهم مده 48 ساعه، حيت لقاوهم سكرانين بجوج، وغيقدموهم عند القاضي وغيتموا خارجين من عند القاضي. وفي الباب ديال هذا المحكمه، هي وياها غيدابزوا عاوتاني، غيدابزوا يلا خارجين من الباب، بقاو يدابزوا غيتريشوا عاوتاني وغيتنقز ديك الاخرى. غتقول للبوليس، تقول شي انا وهاد البنت هادي راه انا وياها تنسكروا وتنديروا كل شيء وتمشيو نشفروا الرجال، انا وياها راه شفارات. وهنا غيزلان تصدمات وقالت لي احنا ما تنشفروش، واش حنا شفاره؟ انا ما عمرني شفرت معاك. وهي تقول البوليسي لا راه انا وياها شفارات ما تنخليو ما نديرو. والبوليسي تصدم، بقى تيتصنت ليها. هنا البوليسي تصدم ورجعهم عند القاضي، شدوهم. هنا غيزلان بقات تتبكي تصدمات، تقول لهم انا راه ما بيني وبينها حتى شي حاجه، راه ما تجمع بيني وبينها حتى شي حاجه، ما تعرفني، تعرفت على شي مده قليله باش تعرفت عليها. قالت لهم هي تتبرأ في راسها، وهي تقول لهم لا انا وياها شفارات، انا وياها تنشفروا وتنديروا كل شيء. في الاخر ما غيتيقوهمش وغيحكموا على غيزلان مده 3 شهور، والاخرى غيحكموا عليها ب6 شهور. وهنا فين عاشت المعاناه ديال بصح في داك السجن، وغتعيش معاناه اكثر. شي حوايج اللي ما عمرها شافتهم تماك، شي حوايج يضروا في الخاطر. كانت الام ديالها مسكينه تجي عندها مره تشوفها وتزورها، اما الخوت والاب كانوا دوك تبراو منها، هذوك كانوا قايلين لها شحال هادي حنا ما بقيناش نعرفوك. هنا غيزلان دوزات عذاب نفسي ومعنوي، مسكينه تعذبت في حياتها بزاف. مهم من كملت العقوبه ديالتها وخرجت من السجن، خرجت مع 12 الليل. هذاك مون طاكسي مسكين وصلها، قالت لي وصلني للدار الفلانيه وصلها. ومسكين من عاودت لي يلا خارجه من الحبس ما خدا من عندها حتى ريال، قال سير الله يسهل عليك ويعفو عليك. حتى دخلت عند الام ديالها مسكينه في هذاك الليل، وقالت الام ديالها مسكينه كان حيت الغد اللي عندها الزياره، كانت الام ديالها توجد لها في الماكله ما دي ليها. الام ديالها شافتها فرحات وبقات تبكي، والتعانقوا بقاو تيبكيو مساكن. شويه ويدخل الاخ ديالها، من دخل شافها تصدم، قالها اش ديري نتينا في الدار دابا تخرجي من الدار؟ صافي جرى عليها الاخ ديالها وجا الاب ديالها هو جرى عليها وشدتها ما طلباتهم غير ديك الليله تبات. من بعد بات هذيك الليله، الغد ليه في الصباح مسكينه ناض جمعات شي حويجات جمعاتهم ليها امها وعطاتها شويه الفلوس، ومشات مسكينه شدت الكار ومشات لمدينه الدار البيضاء. فات عند واحد البنات كانوا صحاباتها شحال تعرفهم، مشات عندهم. هنا غيزلان كملات الطريق اللي كانت تمشي فيها، بقات تسهر بقات تشرب داكشي اللي كانت دير، رجعت تديرو عاوتاني من جديد. المشكل اللي كانت يوقع عليها مسكينه، كانت تخرج في الليل تدبر على راسها وتجيب الفلوس، الغد اللي تيصبحوا صحاباتها تيشفروا لها كاع الفلوس، تصبح عندها حتى ريال. كانت تلقى المشاكل مع البنات، كانوا البنات ما تيحنوش فيها، وهي كانت عارفاهم تيشفروها وما تقدرش تهضر حيت ما عندهاش فين تمشي. كانت عايشه معاهم في المعاناه باش تبقى مستوره معاهم في ديك الدار، حيت لا خرجت من عندهم ما عندهاش فين تعطي الراس. وبقات مسكينه على هذا الحال، وكان قرب العيد الاضحى، وكانت بغات تمشي تعيد مع دارهم وتشوف ولدها، حيت ولدها بقات شاده لها الام ديالها. وقالت لها ما اجا بنتي مرحبا بك، ولكن الاخ ديالها ما بغاش، خطف التليفون الام ديالها وقال لها ما تجيش، لا جيتي نقطع لك الرجلين ديالك.
وبقات مسكينه جالسه في ديك الدار وما مشاتش عندهم وما عيدات ما والو، بقات مع دوك البنات وبقات جالسه تتحلوا البيران. من بعد تحلوا البيران عاوتاني كملات على الطريق اللي كانت غاده فيها، وبقاو البنات يشفروها وبقات معاهم على هذا الحال. ومن بعد ما قدراتش تصبر مع دوك البنات وعيطات لواحد البنات تتعرفهم تيسكنوا في مراكش، ومشات جلسات معاهم. هاد البنات كانوا عايشين في دارهم مع الام ديالهم وعائلتهم، وكانوا والديهم سايقين الخبر ان بناتهم بنات الليل تيخرجوا وكانش عندهم مشكل، كان عادي. ومشات عاشت معاهم وجلست معاهم مع الام ديالهم. وكانت الام ديالهم واعره وتتقول لهم ودي تشقاين ودي طيبي. كانوا حتى هما تيديو ليها الفلوس، يعني ما كانتش مرتاحه حتى جاتها منها على العافيه. يعني ما لقاتش الراحه مسكينه في حتى شي بلاصه. وهنا كرهت راسها وما بقاتش حامله راسها وما بقاتش حامله هاد العيشه اللي عايشاها. وحد الان البنت باقا مطلقاش من الراجل اللي كانت معاه سميتو يوسف، باقا مزوجه به. حيت يوسف قال لها انا ما غنطلقكش، ما عمرني غنطلقك. صافي ما بقاتش عايشه مع دوك الناس ورجعات لمراكش وكرات وعاشت حياتها عادي وولات قاده براسها. وواحد النهار كان راس العام ومشات لواحد البار وتتسكر باش تدبر على راسها. تما غاديك الدوره اللي غدور غتلقى هذاك الشخص اللي كانت معاه اول مره من بدات، اللي كان سميتو محمد. تلاقات معاه تما في داك الكباري. من غيشوفها غيتصدم حيت يعرفها كانت بنت باقا صغيره وفيها البراءه. غيلقاها كبرات شويه حيت ولات عندها 22 سنه وتغيرت وشكلها تغير. قال ليها شنو جابك لهاد الطريق وشكون اللي هو لاحق لهنايا؟ قال لها كيفاش؟ قالت ليه شوف، قالت ليه الهضره طويله ومن بعد نعاودها لك. قالت ليه هذيك غيزلان اللي كنتي تعرف شحال هادي راه ما بقاتش، هادي ولات غيزلان وحده اخرى. ولكن مسكين بقات فيه. وقال لي عطاها واحد المبلغ ديال الفلوس وقال لها سيري للدار ارتاحي حتى الغد ليه ونهضر معاك ونهضروا. وفعلا هذاك الشيء اللي وقع الغد ليه تلاقاو في واحد الكافي وعاودت ليه كل شيء اللي وقع ليها في حياتها. قالت لي انا راكت مزوجه وشنو وقع ليا وولات وداك الشيء كامل اللي وقع لها في حياتها كامل عاوداته ليه. محمد في الحقيقه بقات فيه بزاف ولا تعطيها ديما الفلوس وتيقول لها اللي خصك اجي عندي نعطيه لك. كانت اي حاجه حلات عليها فمها تيجيبها لها، تيقول انت غير شدي معايا الطريق وما ديريش شي حاجه خايبه اللي تضرك. قالت لي انا راه باقا مطلقاش من راجلي ومبغاش يطلقني. قال ليها غير كوني هانيه انا غنوقف معاك في كل شيء. وقف معاها مسكين حتى طلقات وكرا ليها الدار وفرشها ليها وقادها ليها ولا هو اللي تيصرف عليها. تيقول لها غير ما نشوفكش في الزنقه. ولكن المقابل كانت عندها علاقه معاه. ولكن هنا غيزلان ما قنعاتش وخا كانت تقول لمحمد كون هاني كانت تخرج باللي تمشي تسهر. وكان هو مسكين ما مقصرش معاها، كانت اللي بغاتها تعطيها ليها وبقات تتخرج. ومده 3 سنين وهي تتخرج مستغفلاه. هو تيسحابوها معاه بوحدو ولكن هي تتخرج. وهنا دازت المده وطلب منها الزواج وهي قبلات حيت قالت صافي انا عييت ما عندي ما ندير بهذا الخروج وهذا الشيء نتزوج به. وتزوجات به. بعد ما تزوجات به كان هو عنده 52 سنة وكانت عندها هي 27 سنة. ولكن الصدمة الكبيرة غتعرفها من بعد ما غتزوج به مدة 5 أيام. غتعرف هاد محمد الوجه الحقيقي ديالو. كان تيعذب فيها الليل والنهار وكان عارف ما عنده حتى شي حد في هاد الدنيا من غيره هو. بقى تينتقم منها على داكشي اللي كانت تدير ليه. على النهار اللي رفضاتو وقالت ليه انت شارف عليا حيت من قبل كان هو خطبها بغا يتزوج بها في قبل. من كانت يلا تعرفت معاه من كانت صغيره عندها 15 سنه وكانت هي رفضاتو. وخا داز داكشي عليه سنين وسنين بقى حاقد. حيت هو كان عايق بها من كان مجلسها وتيعطيها الفلوس. كان عارفه تخرج من موراه كان عايق بها. وهنا تعرفوا خوت كل مشكل تيولد مشكل اكبر. هنايا السبب ديال هادشي كامل هي نهار اللي خرجت من دارهم وكانت صغيره. كون بقات عايشه مع دارهم وبقات ملمومه مع العائله ديالتها ما توصلش لهاد المواصل. في الحقيقه هاد القصه اخوتي موجهه للبنات باش يعرفوا هاد البنت المصائب اللي دازت فيها. حيت ما تصنتش كلام والديها وشدات الزكير مع عائلتها. كان عليها طيع والديها وما تخرجش نهار الاول من الدار ديالهم. والقصه ديال هاد البنت من الاف القصص. يعني هذه قصه من وسط الالوفات القصص اللي كاينين. وقصتنا خوتي للعبره اللي يشدوا الطريق صحيحه ويتخلاو على الحوايج الخايبين. ماشي كلشي تيقولوه لنا البنات
راه زوين. نتمنى اخوتي القصه تكون عجباتكم، ولا بغيتوا الناس حتى هما يستافدوا بارطاجيوهم معاهم، وما تنساوش تخليو لايك للحلقه وتابونا معايا باش يوصلكم ديما الجديد. وما تنساوش، كانت معكم اختكم كنز الحديث.